لمرشحي رئاسة الجمهورية. في حاجات كتير شفناها وما شفناهاش، وسمعناها وبرضه ما سمعناهاش. النهارده هنعرض لكم اللي انتوا شفتوه وما شفتوهوش. انا ما استنيتش عشان ابقى رئيس. احداث العباسية كانت حاجة خطيرة جدا، ومع الاسف استغلت من جانب البعض لمسائل انتخابية، رغم ان مصر كانت بتجرح جرح عميق. انا ما استنيتش، اجريت اتصالات كثيرة بكثير من القوى السياسية وبالحكومة وبغيرها بضرورة دخول الشرطة ومنع التدهور الموضوع. تمام كده الراجل عندنا قبل ما يبقى رئيس واجرى اتصالاته بتليفوناته عشان يوقف الوضع الخطير اللي في العباسية. قبل ما يمسك رئيس جمهورية وهو خايف على مصلحة البلد وبيستخدم نفوذه بالتليفون عشان الناس اللي بتتقتل، الناس اللي بتعتقل في كل لحظة. طبعا مصر وخايف على مصر والمصريين. بس موضوع التليفونات ده في تصريح تاني بيه ممكن نسمعه مع بعض ونرجع تاني. اما بتقول تصريحات ان انت علاقاتك الدوليه، ويمكن هندخل بقى في البرنامج بعد شويه، انه انا ممكن في ال100 يوم الاولانيه نجيب فلوس منين، انا اقدر ارفع سماعه التليفون على ناس بيحبوا مصر، على ناس قريبين من مصر يقدروا يضخوا اموال والى اخره، ويطمئنوا الى الوضع في مصر. يا تليفوناتك يا موسى، ايه الجمال ده؟ ايه التليفونات دي؟ بجد تحسوا انه راجل واثق من نفسه، راجل قوي. هو ده بجد اللي عليه هيبة الرئيس. ايه؟ اسف يا جماعة، للأسف مضطر اتراجع عن كل الكلام اللي انا قلته على الاخ عمرو موسى. في الكنترول بلغوني بمشهد غريب، والمشكلة انه في نفس المناظرة. اسمعوه ونرجع تاني مع بعض. المية وغيرها، انما دي ملفات قطعا انا استطيع ان اتعامل معها. مفيش حاجه اسمها بالتليفون والكلام ده كل ده كلام مؤسف وسطحي يقال. مفيش حد بيحل مشكله بالتليفون، انما حد بيوضب امور بالتليفون. انما ضروري من الزيارات، لابد من الكلام المباشر، ومن خطه ومن خبره لدى الناس تعمل ايه في هذا. عندك خيارات كثيره، مش كل فعلا عندك خيارات كتير. خيار بالجبنه، خيار بالطماطم، خيار يتقرش، وخيار ممكن يتعمل بيه حاجه تانيه. والله انا اللي فهمته من المشهد الاخير، واللي يا ريت كل اللي بيشوفونا يكونوا فهموه، انه كان بيكذب في كل تصريحاته، وما يقدرش يجيب مساعدات وفلوس زي ما قال بالتليفون، لانه اعترف ان مفيش مشكله بتتحل بالتليفون. اعترف ان المشكله بتتحل بطرق تانية، وان موضوع التليفون ده مجرد تفاهات وشائعات وكلام اهوج. هو ده اللي اعترف بيه. بس انا عايز اسالك، يا ترى انت تليفونك خط ولا كارت؟ عشان لو هتعمل مكالمات فبيتهيألي هتتكلف كتير. فانا بطالب الشعب من هنا انه يعمل جمعيه ونقبضها لك الاول عشان تقدر تصرف على مكالماتك اللي هتساعد بيها مصر والمصريين. واخيرا اعزائي المواطنين، لكم الخيار في اختيار الرئيس المناسب اللي يصلح حال البلاد والعباد. نشوفكم في حلقة تانية.
مع عمرو موسى ومع الرؤساء او مرشحين الرئاسه عشان نكشف حقيقتهم، وعشان نوضح الامور دي، وعشان نديكم فرصه تختاروا صح. سلام.